ازيك يا علي؟ مين اللي فتح لك الباب؟ عم. ممكن افهم انت امتى هتبطل بقى ما تردش على التليفون؟ ما ردش على التليفون ايه؟ ما احنا كنا امبارح مع بعض في المستشفى. يوسف انا طول الليل بحاول اكلمك عشان اطمن عليك وانت مش بترد عليا. انا اسف والله، انا نمت على نفسي من كتر التعب. انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا عملت لك ايه عشان تعمل فيا كده؟ اعمل ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ هو في انت ايه؟ هتستعبط؟ سهام قال لي على كل حاجه على فكره. نعم. سام قال لك ايه بالظبط؟ كل حاجه. قال لي انك عايز تسيبني وان انا زنانه وان مناخيري كبيره. الحمد لله. هيحصل ايه يعني لما تقولي كل ده في وشي؟ هو انتوا ليه كلكم كده؟ يعني انا عملت لك ايه عشان تعمل فيا كده؟ هتهدي يا عليا، في ايه؟ ما حصلش حاجه، انت مقفوره كده ليه؟ ما حصلش؟ امال سهام هيقول كده ليه؟ من المستشفى اللي حصل له من شويه برضه، وتلاقيه متوتر. يعني انت ما كنتش عايز تسيبني وما تردش عليا تاني؟ اسيبك ازاي يا عليا؟ بصي في وشي كده، انا يوسف، انا عندكم في البيت. بجد انا اسفه يا يوسف. انا بس ما تخيلتش نفسي من غيرك. للدرجه دي؟ للدرجه دي. يوسف انا بحبك. انا كمان بحبك. وانت يا اما تمثيلك اتحسن يا اما بقى بدأت تحبني بجد. لا، تمثيلي اتحسن. يبقى خديني اشتغل معاكم في المسرح. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ مفيش حاجه. ايه اللي مفيش حاجة؟ هو انا ممكن اعرف هو انت ليه قلت لي ان يوسف عايز يسيبني؟ ما هو اللي قال كده. هو قال لك حاجة غير كده ولا ايه؟ احنا لازم نمشي دلوقتي بسرعه جدا. بعد اذنك يا عليا، يلا يلا. لا هو انا لازم افهم. بعدين هفهمك بعدين، يلا يلا. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي نورتي. ايه ده؟ هو اللي انا شايفه ده بجد ولا ايه؟ ايوه يا سيسو بجد، بس طبعا لولا طنط جات لي لحد عندي البيت ومجيتها فوق راسي انا كان لا يمكن ابدا ارجع لك بعد اللي انت عملته. يلا يلا حبيبي خش، خد مراتك اتكلموا وصالحها، وعلى الله على الله تخرج وتقول لي انها مش راضيه. لا يا طنط يعني ما تكسفنيش بقى. مش معقول طبعا يا سيسو هنتكلم كده قدام الناس. ليه؟ عادي، ده كلام نتكلمه قدام اي حد. اما انت بقى يا ماما، فربنا يخليكي لينا يا نورت البيت يا حلوة. دكتور سهام، احنا لو ما مشيناش دلوقتي مش هيحصل كويس وانت عارف. صحيح، احنا لازم نتحرك. في الحركة بركة فعلا. اما انت بقى لما ارجع نتكلم هو بس. احنا بنعمل حاجه غير بنتكلم؟ معلش يلا يا يوسف. شايفه يا طنط؟ والله العظيم لا اتطلق.